بتبدأ القصة بجيري ومايك وبيتكلموا عن علاقة جيري بصديقته ليزا، وبيكونوا معتقدين إنها بتخونه، وعلشان ينتقم منها بيقترح مايك عليه إنه يخونها هو كمان. لكن جيري بيكون مش عارف إزاي ممكن يخونها، وبيقوله إنه معندوش اهتمام بأي حد غيرها. فمايك بيقوله أنا عندي حل، وإنه هيوديه بيت دعارة، وإنه محضر له مفاجأة. وهما في العربية بيطلب منه يغطي وشه بكيس بلاستيك علشان المفاجأة. ولما بيوصلوا لبيت الدعارة استقبلهم صاحبة المكان اللي اسمها زورا، وبيكون المكان مريب جدا وتصرفاتهم بتكون غريبة، والأغرب إنهم عارفين اسمه. وبيدخل الغرفة الضلمة دي وبيتقفل عليه من بره، وبيكون جيري متوتر جدا وبيبدأ يستكشف الغرفة، وبيلاقي الصندوق الأسود ده اللي مكتوب عليه أدخله هنا. فشاف إن الموضوع مشوق جدا وبدأ ينفذ التعليمات. وبعدها بنشوف صديقه مايك وهو مع 3 عاهرات في الغرفة اللي جنبه، وجيري مكمل في اللي هو بيعمله. وفجأة بيسمع صريخ جامد من جيري، فمايك بيروح يشوفه بيلاقيه مرمي على السرير ومغمى عليه، وما بنعرفش ايه اللي حصل معاه. وبيمشوا من المكان الغريب ده وبيركبوا العربية، وفي أثناء عودتهم جيري بيستعيد وعيه وبيكون سعيد جدا على غير العادة، وبيقول له إنه عايز يعمل كده تاني. اصل حبيتش الموضوع قوي. فمايك بيقول له اهدى، وإن الموضوع ده اسمه ذا سبيشال، يعني بيحصل مرة واحدة في العمر. وبيقول له إنه كمان مكلف ماديا جدا، لكن بيوعده إنه ممكن يرتب زيارة تانية قريب. ولما بيرجع البيت ليزا بتقول له كنت فين؟ فبيقول لها إنه كان بيشرب هو ومايك. فبتفاجئه وبتقول له إنها حامل، وبتأكد لجيري إنه مش عقيم. وجيري بيكون مش مصدق لأنه بيعتقد إنه عقيم، وده بيضايق ليزا منه. وهنا جيري في الشغل وبيسأل مايك عن مكان بيت الدعارة، لكن مايك بيرفض يقول له عن مكانه، واضح كده إنه مخبي حاجة. فجيري بيحاول يوصل للمكان عن طريق البحث على النت، وبيوصل لحاجة شبيهة للمكان مملوكة لواحدة اسمها ميستيك واندا. وبيروح جيري على طول للمكان وبيقابل واندا وبيسألها عن الست اللي اسمها زورا، فبتقول له انها ما تعرفهاش، لكن بيعرض عليها شوية فلوس، فبتقول له على العنوان. وبعدها بيروح جيري المكان، فبتطلع له زورا وبتقول له ان المكان دلوقتي مقفول. فبيلح عليها كتير وبيعرض عليها انه هيدفع الفلوس اللي هي عايزاها، فبتوافق في الاخر. وبيدخل الغرفة الغريبة تاني اللي فيها الصندوق الغامض، وبيتبع التعليمات اللي مكتوب عليه، وبيوصل لنشوة كبيرة جدا. وبعدها بيكون عنده فضول يعرف ايه اللي جوه الصندوق، وبيبص من خلال الفتحة باستخدام كشاف التليفون، وبيحاول يفتحه لكن ما بيعرفش، وبيكتشف انه مقفول من كل اتجاه. وبيشيله علشان ياخده، وبتدخل زورا علشان تقول له ان جلسته انتهت، فبيضربها لحد ما بتموت. وبياخد الصندوق وبيمشي من المكان، وبيروح لفندق وبيأجر غرفة لمدة 6 ايام، وبيخبي الصندوق فيها. وهنا بنشوف المحقق بارنز بيستجوب ايفان، الشخص المسؤول عن الامن في المكان. وايفان بيقول له انه ما يعرفش حاجة، وانه ما كانش موجود وقت وقوع الجريمة، وانه كان بيشتري حاجات من الماركت. وهنا جيري تاني يوم في الشغل، وبيكون بيفكر في اللي عمله في بيت الدعارة، وبيكون ندمان جدا لانه قتل زورا. لكن لما بيرجع الفندق بيستخدم الصندوق تاني، ولما بيخلص الفضول بيسيطر عليه، وبيدخل ايده في الصندوق وبيكتشف ان جواه ماده لزجه، وبيفتكر ان الماده دي سحريه وهي اللي بتسبب النشوه الكبيره اللي بتحصل له. فبيمسحها في جسمه وبيكون سعيد جدا، وبيجمع شويه من الماده دي في ازازه صغيره. وبيرجع البيت وليزا بتساله ليه اتاخر، فبيقول لها انه كان عنده شغل كتير. وبيدخل اوضته وبيبدا يستخدم الماده مره تانية، وبتدخل ليزا عليه وبيقول لها انه كان محضر لها مفاجاه، وبيمارسوا الجنس. وبيكون جيري عنيف جدا، وليزا بتقول له انه بقى زي الحيوان. وتاني يوم جيري بيلبس علشان يروح الشغل، وليزا بتكون ملاحظه ان بقت تصرفاته غريبه، وبتكلم مايك وبتقول له ايه اللي بيحصل مع جيري. فبيقول لها ما اعرفش، وانه لو لاحظ اي شيء غريب بيعمله هيقول لها على طول. وهنا ليزا بتستحمى وبتحس بألم جامد في معدتها، وبتنزف دم كمان. وهنا المحقق بارنز في بيت الدعارة وهو بيدور على الأدلة، وبيكتشف إن في كتب عن السحر في مكتبة زورا، وبيقول له إيفن إنها كانت بتستخدمها علشان تعمل لعنات على الزباين. وبيدخل الغرفة اللي كان فيها الصندوق، وبيعرفوا إن الصندوق مش موجود. وهنا جيري في الفندق بيحاول يرجع لنفس النشوة اللي كان بيحسها مع الصندوق، لكن المرة دي بيحس بألم كبير، وبيكتشف إن في كدمات على بطنه. وبيروح للدكتور وبيكتب له شوية أدوية، وبينصحه إنه ما يمارسش الجنس لفترة طويلة. بعدها بياخد جيري أجازة من الشغل، وبيرجع البيت علشان يرتاح شوية، وبتبدأ العدوى تنتشر في جسمه. وبتيجي ليزا وبتقول له ان عندها خبر سيء، وانها اجهضت الحمل، لكن بيكون مش مهتم لانه مريض حاليا، وبيقول لها انهم ممكن يحاولوا مره تانية. وبعدها على الرغم من مرضه الا ان ادمانه للماده اللي في الصندوق خلاه يروح الفندق ويحاول يوصل للنشوه مره تانية، لكن بيكتشف ان الصندوق بقى فاضي وان الماده خلصت منه. وبيحاول يفتح الصندوق لكن ما بيعرفش، وبيروح لمكان بيبيع عده شغل وبيشتري مقص حديد علشان يفتح الصندوق. وبيرجع الفندق وبيفتح الصندوق وبيرجع فيه الماده تاني، وبيوصل للنشوه مره تانية، لكن المرض بينتشر في جسمه كله. وهنا ليزا بتكتشف كشف حساب البنك بتاع جيري، بتعرف انه سحب فلوس كتير علشان يأجر غرفة
غرفة الفندق، وبيجي لها مكالمة من الشغل بتاع جيري وبيبلغوها انه غايب بقاله فترة، فبتشك انه بيخونها وبتسوق العربية وبتروح للفندق، وبتوصل عند الغرفة اللي قاعد فيها وبتشم ريحة غريبة وبتعتقد ان في واحدة معاه، وبتدخل الغرفة وبتدور عليها، ولما ما بتلاقيهاش بتدخل الحمام وبتتصدم من اللي شافته، وهو ان جيري كان بيمارس الجنس مع قطعة لحم غريبة وبتكون شبه الكورة وبتتحرك كمان. وقبل ما تقول له اي حاجة جيري بيخنقها لحد ما بتموت، وبيلف جثتها بالملاية وحطها في شنطة العربية ورجع بيته ورمى جثتها في الجراج. وتاني يوم بيروح الفندق وبياخد كرة اللحم الغريبة دي وبيرجع البيت، ويحول الإضاءة بتاعت أوضته لنفس إضاءة الغرفة الغريبة اللي كانت في بيت الدعارة، وبيعمل شوية طقوس غريبة مع كرة اللحم الغريبة دي. وهنا مايك بيعرف من الأخبار إن زورا اتقتلت، وبيقرر إنه يروح لجيري البيت، ولما بيوصل بيلاقي باب الجراج مفتوح وبيدخل، وبيوصل للحمام بيلاقي قطعة اللحم المتحركة في البانيو، وبيعرف إن جيري عمل كارثة. وجيري بيوصل البيت وبيتكلم مع مايك بكل هدوء وكأن مفيش أي حاجة غريبة، ومايك بيقول له إنه صديقه ومهما كان جيري عمل إيه هو هيساعده حتى لو هو اللي قتل زورا. فجيري بيعترف له إنه كمان قتل ليزا، فده بيزعل مايك وبيتصل بالشرطة علشان يقبضوا عليه، لكن جيري بيغطي راسه بكيس بلاستيك وبيخنقه لحد ما بيموت. بعدها بنشوف إن جيري المرض عمال ينتشر في جسمه، وعلى الرغم من كده لسه بينام مع كرة اللحمة، وواضح إنه اتجنن خلاص. وبعدها جرس الباب بيرن وجيري بيطلع يشوف مين، بيلاقي الجيران جايين بيحتفلوا بعيد ميلاده، لكن جيري بيتخانق معاهم وبيطلب منهم يمشوا، وبيرجع اوضته وبيلاقي ان كرة اللحم اتحللت، فبينهار وبيقعد يعيط وبيبقى مش عارف يعمل ايه. وبعدها بيروح جري على بيت الدعارة وطلب المساعدة من ايفان، فدخله الأوضة الغريبة وطلب منه الانتظار. وجيري بدأ يحصل له حاجات غريبة، وشعره بقى بيقع واسنانه كمان، وجلده اتحول لشبه المادة اللي كانت في الصندوق. بعدها بنشوف ايفان بيصنع صندوق زي التاني فيه فتحة ومكتوب عليه نفس الكلام، وحطه في نفس الغرفة، وجيري اتحول لكورة من اللحم وإيفان حطه جوه الصندوق. وبعدها بيجي المحقق بارنز لبيت الدعارة وبيقول لإيفان إن جيري هو اللي قتل زورا، لكن إيفان بيغير الموضوع وبيعرض على المحقق تجربة ذا سبيشال واللي هي الصندوق، وأكيد اللي بيمشي ورا شهواته هيكون مصيره زي مصير جيري. وبيخلص الفيلم هنا. سلام.